السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الرز قد ايه مفلفل والفراخ دايبه ومستويه في صوص كده البصل والثوم والبهارات. طعمها مميز جدا. في نص ساعه وهنكون مخلصين، وكمان في حله واحده بس. يعني مفيش كركبه لمواعين كتير. والنتيجه زي ما انتوا شايفين، فراخ دايبه على الاخر ورز مفلفل وطعمه في منتهى الجمال. وعملت جنبها كمان سلطة الدقوس الشهيرة اللي بتتقدم جنب الكبسة. يلا على طول، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واكتبولي في التعليقات بتحبوا الكبسة ولا لا. وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات. وكمان فعلوا الجرس علشان توصلكم الفيديوهات أول بأول. يلا نسمي الله ونشوف المقادير وطريقة التحضير. معانا فرخة متقطعة على 4 أجزاء. هنبدأ ننزل عليها توابل. معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة حبهان مطحون، معلقة صغيرة بهارات مشكلة أو بهارات فراخ أو 7 بهارات، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وربع كوباية زيت. هنقلب الفراخ كويس مع التوابل من كل النواحي علشان تتشرب كويس من التوابل اللي احنا حاطينها. الفراخ طبعا بنغسلها كويس جدا ونصفيها من المية قبل ما نبدأ نحط لها البهارات. بعد كده هنجيب حلة نحطها على النار ونحط فيها معلقتين او 3 زيت، وهبدأ ارص فيهم الفراخ اللي احنا تبلناها. وهرص الفراخ على الناحية اللي فيها العظم الاول، هخلي الجلد لفوق، وهسيب الفراخ على النار مش هقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. زي ما احنا شايفين بدأت تاخد لون ذهبي من تحت. هبدأ اقلبها على الناحية التانية لحد ما تاخد لون من الناحيتين. زي ما احنا شايفين الفراخ خدت لون حلو قوي من الناحية التانية، وهو ده المطلوب، ده اللي احنا عايزينه. بعد كده هنزل عليهم ببصلة كبيرة مفرومة وفصين توم مهروسين، وهبدأ اقلب التوم والبصل مع الفراخ واسيبهم شوية لحد ما ياخدوا لون ذهبي. عايزين البصل يتكرمل كده عشان يدي طعم حلو للفراخ. بعد كده هبدأ انزل عليهم التوابل الصحيحة: 3 حبات ليمون مجفف او لومي، عود قرفة خشب، 4 ورقات لورا، 10 فصوص قرنفل، 5 فصوص حبهان، وفلفل حار. هقلب التوابل الصحيحة مع الفراخ لحد ما تتشوح شوية وتسخن وريحتها تطلع. بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وكوباية من الطماطم المبشورة بس من غير قشر. نقلبهم تقليبة مع بعض كويس، وبعد كده هنضيف لهم الملح. هنقلبهم تقليبة وننزل عليهم بالمية السخنة. نغطي الفراخ بالمية السخنة وهيغلوا غلوة واحدة على نار عالية. بعد كده ههدي النار واسيب الفراخ تستوي على نار متوسطة من نص ساعة لساعة على حسب وزن الفرخ. بعد ما الفراخ تستوي تمام هنرفعها في صينية ونخليها على جنب. بعد كده هنزل على مرقة الفراخ الحلوة دي اللي كلها بهارات ومطعمة بالبهارات كوبايتين رز بسمتي مغسول ومتصفي، وهنزل عليهم كمان مكعب زبدة علشان يطعم الرز اكتر. هغطي الرز واسيبه يغلي غلوة واحدة على نار عالية، وبعد كده بهدي النار زي الشمعة يستوي براحته خالص على نار هادية. وبعد الرز ما يتشرب بالشكل ده بنقلبه تقليبة واحدة بالراحة علشان ما يتكسرش، ونغطيه ونسيبه يكمل سواه. بعد كده هناخد الفراخ ندهنها بشوية من الزيت ونحطها في الفرن علشان تتحمر. يلا بينا نشوف الرز. استوى بقى زي الفل ما شاء الله وريحته تجنن. دلوقتي نقدر نغرفه. هبدأ اغرف الرز. شايفين ما شاء الله لونه تحفة وريحته تجنن. وهرص على وشه الفراخ بعد ما حمرناها. تحفة، لازم تجربوها وهستنى رأيكم ضروري في التعليقات. وهنزينه بشوية من المكسرات، ودي اختياري، بس انا كان عندي شوية فول سوداني حمصتهم بمعلقة من الزبدة وزينت بيهم الرز، وكمان رشة من البقدونس علشان تكسر اللون. وعملت جنبها كمان سلطة الدقوس او الدقوس مشطشطة وطعمها خطير، بس هنزلها لكم ان شاء الله في فيديو منفصل عشان ما اطولش الفيديو عليكم.
جربوها وبألف هنا وشفا. بكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. بتمنى وصفتي تكون عجبتكم وبتمنى تجربوها. ولو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو تحت الفيديو. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.